السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد السبكي، وان شاء الله هنبدأ مع بعض شرح كورس الاي اس تي كي بي فيرجن 4 اللي اتفقنا عليه مع بعض. بس يعني بداية كده تعالى نتعرف بس على الويب سايت بتاع الاي اس تي كي بي اورجانيزيشن، وهنتعرف على شوية حاجات ريليتد بالاكزام نفسه علشان تبقى الصورة واضحة لينا برضو، ما نخشش على طول على الشرح كده. فاحنا هنروح على الموقع الرسمي الاي اس تي كيو بي istqb.org istqb.org. هيفتح معانا الموقع الرسمي. لو خدت يعني نظرة سريعة هنا كده هتلاقي أصلا إن هم منظمة يعني أو مؤسسة دولية موجودة في أكتر من دولة. يعني عايز أقول لك إن هم مثلا من جون 24 لحد دلوقتي عاملين فوق 1.4 مليون إكزام، وده رقم ضخم. في حوالي 995 ألف شهادة طلعت من الإكزامز دي يعني. لاحظ الفرق، بس في حوالي 400 حوالي 400 ألف واحد ما عدوش، صح كده؟ 1.4 مليون، في منهم 995 ألف خدوا السيرتيفيكت والباقي ما عداش. فده معناه أو ده مؤشر إن الموضوع مش نوت ايزي، بس يعني مش مستحيل، لأن نسبة النجاح برضو أعلى. موجودين في 130 دولة. فيعني هي منظمة دولية، منظمة كبيرة يعني. عشان كده نقول لك ان الاكزام او السيرتيفيكت دي مش محدده بمكان، هي ما دام اخدتها خلاص. يعني انت كده معترف بيك في 130 مكان اهو، في 130 اوفر 130 countries، اكتر من 130 دوله. وكمان ان هي not expired، مش بتنتهي بوقت معين، هي خلاص شغاله معاك على طول. يعني اللي خدها من اول ما طلعت زي اللي هياخدها في اخر فيرجن 4، كلنا زي بعض. لو دخلنا هنا على our certifications هنلاقي عندنا ال certificates اللي هي بتديها ال ISTQB دي نفسها. اولها طبعا ال ISTQB Foundation Level Version 4 اللي احنا عايزينها. لو دخلنا هنا على read more، انا بس عايز اوريك الاكزام التفصيله بتاعته عامله ازاي. هتلاقيها هنا عندك في ريد مور. لو عملنا يعني لو عملنا سكرول داون شويه هتلاقي الفاونديشن ليفل متقسمه لحوالي 6 شابترز، 1 2 3 4 5، اللي هم ال6 شابترز اللي احنا يعني نسمع عنهم. فكل شابتر محتواه مكتوب تحت منه، دي العناوين الاساسيه اللي بيتكلم فيها الشابتر. يعني شابتر 1 وات از تيستنج، واي از تيستنج necessary. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله. فدول هما الكونتنت بتاع السيلابس كامل بتاع كل شابتر. تمام. لو نزلت تحت شوية على ايدك اليمين هتلاقي الحاجات السيلابس والسامبل اكزامز اللي انت هتحتاجها عشان تعمل عليها، يعني تمرن نفسك عليها. يعني مثلا هنا هتلاقي السيلابس اهوت، لو دوست عليه هيوديك الهايبر لينك ده انك تداونلود بسهولة. هنا هتلاقي سامبل اكزام 1 او A، وهنا الاجابات بتاعته، وهنا بي والاجابات بتاعته، وسي والاجابات بتاعته، ودي والاجابات بتاعته. 4 سامبل اكزامز. بس ده مش معناه ان هي هيجي منها اسئله بالنص، بس هي دي السامبل اكزامز المعتمده من الويب سايت الرسمي. تقدر تحملها طبعا بعد ما تذاكر وتقيم بيها نفسك تقييم حقيقي، مش تخدع نفسك علشان ما تروحش هناك وبعدين لا قدر الله ما تعديش او كده. انا بس عايز اخش هنا على الاكزام ستراكشر والاكزام رولز. فتعال نخش بس على الاكزام رولز عشان عايز اوريكم فيها حته مهمه جدا لينا في المذاكره. طبعا الامتحان زي ما احنا عارفين مدته بتكون ساعة، بس للناس اللي هم مش متحدثين باللغة العربية بيكون ليهم ربع ساعة زيادة زي حالاتنا يعني. فانت ممكن تاخد الامتحان في اكتر من مكان. ممكن تاخده تبع البورد المصري، الاي اس تي كيو بي الامريكي، او اي مكان تاني اونلاين مثلا. بس يعني لو اخدته في مصر فانت كده مش نيتيف سبيكر، فهتاخد الربع ساعة زيادة اللي بقولك عليها دي. طيب تعالى في حاجة هنا عايز اقولك عليها، ان السيلابس نفسه متقسم لايه؟ متقسم لايتمز كده. كل ايتم بياخد انديكيشن كي اي، كي 1 او كي 2 او كي 3 او كي 4. كل انديكيشن من دول يعني كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4، كل واحد فيهم بيعبر عن حاجة. يعني كي 1 ده معناه ان الايتم اللي في الحتة دي
هيكون ايه؟ هيكون ريمبر، يعني حاجه ان انت لو جات لك فيها سؤال هيجي سؤال مباشر زي ما هو مكتوب بالظبط في السيلابس. تمام. طيب لو K2، لو K2 معناها، دي معناها remember، دي معناها understand، يعني انت المفروض تكون هنا فاهم الجزئية اللي هي اسمها K2 دي. تمام. وعلشان هو لو سألك ممكن ما يسألكش زي ما مكتوب في السيلابس بالظبط، يسألك من خلال فهمك للجزئية دي. تمام. K3 دي معناها apply، ان هو يجيب لك situation كامل. حلو. وانت من خلال قرايتك او فهمك للسيتويشن هيسألك عليه اسئلة. حلو. وكي 4 اللي هي اللي هي اناليسيز، وديت يعني غالبا في السيلابس كله ما فيش عليها حاجات يعني نقدر نطبقها على الكي 4 دي. فاحنا هنلاقي كي 1 وكي 2 وكي 3 بس. شابتر 1 تقريبا وشابتر 2 كلهم كي 1 وكي 2. تمام. من اول شابتر 4 هتلاقي كي 3 تبدأ تظهر معاك علشان يبقى فيها ابلاي وكده. دي الجزئية بخصوص البارت ده. علشان ده مهم جدا انك تكون فاهمه يعني. في حتة كمان عايز برضو اديك هنت عنها، الرولز. التيبل رولز، لا الستراكشر تيبل، معلش، ما دي الرولز قلناها، الستراكشر تيبل. طيب الستراكشر تيبل هنا بقى هيوضح لنا ايه؟ لو جيت تبص هنا هتلاقي هنا دي كل الاكزامز المتاحه معانا في الاي اس تي كيو بي. تمام. تحت الامبريلا بتاعت الاي اس تي كيو بي، فهتلاقي هنا الفاونديشن ليفل اللي احنا عايزين نمتحنه اهو. تمام. فدي تفصيلة الامتحان. الامتحان عبارة عن 40 سؤال، كل سؤال في بوينت، فهم 40 نقطة. حلو. درجة النجاح 26، يعني انت عشان تعدي لازم تجيب 26 نقطة من دول صح. تمام. اللي هي بتمثل 65% يعني. الامتحان برضو مدته 60 دقيقة زي ما قلت لك، ساعة بس للناس اللي هي ما هيش نيتيف سبيكر باللغة الإنجليزية، فبياخدوا ربع ساعة زيادة، فبيبقى مدته 75 دقيقة. انت لازم تمرن نفسك انك تخلص قبل الوقت. يعني انت لما تيجي يعني تختبر نفسك بالسامبل اكزامز لازم تكون حاطط لنفسك تايم 60 دقيقة، مش 75 دقيقة. يعني مثلا يوم ما تكرم نفسك 5 دقايق كمان، 65 دقيقة، بحيث لما انت تروح للاكزام الحقيقي بقى مع الستريس وبتاع تبقى تلاقي نفسك في السيف سايد. ممكن نهنت الحاجة تانية هنا. كل شابتر نزلت تحت شوية كده هتلاقي هنا عامل لكل شابتر عدد أسئلة محدد. يعني مثلا شابتر 1 هتلاقي عليه هنا هو شابتر 1 عليه كام سؤال؟ عليه 8. حلو. 8 أسئلة، وقايل لك كل سؤال هيجي في انهي حته. يعني مثلا هنا 1.1.1 دي هيجي عليها سؤال، هي 1.2.2 هما الاثنين دول هيجي عليهم سؤال. حلو. لو جيت هنا مثلا ال 1.4.1 لحد 1.4.5 دول هيجوا عليهم 3 اسئله. تمام. آه، كده يعني. فهتلاقي التوتال في الاخر 1 2 3 4 5 6. دول 6 وهنا في 2 يبقى 8. التوتال في الاخر هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم 8 اسئله على شابتر 1. وهو الراجل هنا مشكور قايل لك كل مكان هيجي عليه كام سؤال. يعني مثلا مكان زي ده كده جاي عليه سؤال واحد، فانت هتذاكر ده، فكده جاي منه سؤال وش وكي 1 كمان، يعني من الاخر بصمجه زي ما احنا بنقول كده. تمام. فدي حاجه حلوه. طيب لو جينا بصينا برضو في التيبل ده هتلاقيه بيقول لك هنا ان كل شابتر هيجي منه كام سؤال منفرد، برضو هي نفس التجميع اللي تحت. او مش كام سؤال منفرد، هيقول لك الامتحان هيجي منه كام سؤال من انهي نوعيه. يعني هيجي من كي 1 8، هيجي من كي 2 اللي هو الاندرستاند هيجي منها 24 سؤال. تمام. كي 3 هيجي منها 8 اسئله، فالتوتال هتلاقيه 40 سؤال. يعني 8 ريمبر و24 اندرستاند و8 كمان ابلاي. حلو. هو كان قايل برضو في حته تانية، لو جينا هنا تقريبا هتلاقيه بص محدد لك كده ان السؤال اللي بيكون كي 1 اللي هو ريمبر المفروض ياخد منك دقيقة، هو قايل كده. المفروض السؤال اللي هو understand ياخد منك من دقيقة لاتنين، والسؤال الابلاي ياخد منك 3 دقايق. فعلى اساس التقسيمة اللي هو عاملها هنا دي، لو رحنا للتيبل ده هتلاقيه قايل لك ان ال8 اسئلة الكي 1 هياخدوا 8 دقايق، ال 24 كي 2 هياخدوا 24 دقيقة،
المفروض كاتب هناك من دقيقة ل2 بس هو قشطة حسبها 24 دقيقة. والكي 3 حاطط لكل واحد 3 دقايق، فقال لك التمانية هياخدوا 24 دقيقة، فالمفروض انك تخلص الامتحان 56 دقيقة. حلو، يعني اقل من ساعة. دي حسبته هو، ملناش دعوة بيها. دي كده الخلاصة يعني بخصوص الحاجات اللي انا شايف ان هي it's very important to understand علشان بتفيدك وانت شغال او وانت بتذاكر، هتنور لك الدنيا يعني. نيجي بقى للسيلابس نفسه. تمام، طبعا الناس اللي مش منزله السيلابس تنزله زي ما وريتكم الطريقه بالظبط. هتفتح الاistkb.org و اور certifications، وتخش تختار الاistkb سيمور، وهتلاقي تحت على اليمين كل الحاجات اللازمه حملها. تمام. طيب معلش انا الانترو دي مش عارف اخدت مننا وقت قد ايه. احنا خدنا 10 دقايق. طيب خلي كفايه كده علشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل، ونبدأ شرح من الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أشوفكم فيه على خير.